السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد في برنامج جرب حظك واحد للراعي الرسمي محلات علي صالح الجبري. صالح حلقة اليوم يقول: لفظ إذا دخلت عليه إلا التعريف أصبح نكرة، فما هو؟ تابعونا. أيوه. السؤال يقول: لفظ إذا دخلت عليه إلا التعريف أصبح نكرة، فما هو؟ لفظ إذا دخل عليه إلا التعريف أصبح لا تخرج دورة لا شيء يا فكري. شكرا لك. أيوه. السؤال يقول: لفظ إذا ذكر عليه إلا التعريف أصبح نكرة. والله ما لي. أيوه. السؤال يقول: لفظ إذا دخل عليه إلا التعريف أصبح نكرة. النكرة. النكرة. لفظ إذا دخل عليه إلا التعريف أصبح نكرة. النكرة. شكرا لك. أيوه. لفظ إذا دخل عليه إلا التعريف أصبح نكرة، فما هو؟ حرف الألف ألف ألا. حرف الألف ألا. حرف الألف ألا. هو لفظ، هي كلمة إذا دخلت عليه إلا التعريف أصبح نكرة. الألف ولا؟ هو هذا إلا التعريف. أيوه. الألف ألا. للأسف إجابة خاطئة. شكرا لكم. أيوه. لفظ إذا دخل عليه إلا التعريف أصبح نكرة. أصبح نكرة. ألا التعريف. أقول هنا. يا دم مثل نديش. ايش متنادي؟ للأسف إجابة خاطئة. أيوه. السؤال يقول: لفظ إذا دخلت عليه إلا التعريف أصبح نكرة، فما هو؟ شو؟ لفظ كلمة إذا دخل عليها إلا التعريف أصبح نكرة. التي. ها؟ الله. ماشي. شكرا لك. أيوه. لفظ إذا ذكر عليه إلا التعريف أصبح نكرة. أمس. كيف؟ اشرح. يعني الأمس المفروض إنه يكون هكذا. فعلا إجابة صحيحة، حصلنا عليها من الأخ صديق حسان ميسي. صديق حسان. ألف مبروك، حصلت على جائزة مقدمة محلات علي صالح الجبري. ألف مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد في برنامج جرب حظك واحد في فقرة مواقف. ابحث على المكالمة الصادرة، إذا كان آخر المكالمة صفر تحصل على جائزة. كيف صوف؟ افتح المكالمة الصادرة. أو آخر آخر مكالمة. يعني آخر صوف. يا الله، وآخر صوف ما بيش إلا كلهم اسمع. صح. آخر كم؟ 5 هذا. وأنت سامي؟ 2. للأسف. شكرا لكم. أيوه. قرية حرية، أو كما يسمونها الوطن حرية، نسبوا لها هذا الاسم لوجود الكثير من أبنائها المناضلين الذين ضحوا بأنفسهم خدمة للوطن. وتعد قرية حرية بمديرية نادرة محافظة إب وسط اليمن لموقعها الجغرافي واستراتيجيتها ومناظرها الطبيعية الرائعة، تعد وجهة للسياح. تقع قرية حرية في منطقة جبلية، مما يعطيها منظرا طبيعيا خلابا تحيط بها الجبال والمديان، وتتميز بمناخ معتدل. تحيط بالقرية جبال عالية، مما يعطيها منظرا طبيعيا رائعا، وتتميز بوجود وديان خصبة تصلح للزراعة. قرية حرية تعتبر من المناطق الجميلة في اليمن، وتستحق الزيارة لاستكشاف مناظرها الطبيعية وتراثها الثقافي. فيها القبب والمساجد القديمة بل والأثرية، تجد فيها كل شيء جميل. عرفت بأنها إحدى الوجه السياحية في المديرية، لذلك يزورها الكثير من داخل المديرية وخارجها.
طبعا الكل يعرف صوتك، ما عرس لو انتهى مشاركة أفراح بعض ناس ولا أحد. مقصدهم إن احنا نصير عند العرس معانا، يعني من إننا تبع الفرقة أو تبع ذا. أنا مني أشتي يفرحوا الناس، أشتي سلا، أشتي نمي الناس يسلوا ويفرحوا مني، ما لا جزاء ولا شكورا. ما أنا تبع فرقة ميامي ولا أنا تبع الذية، أنا تبع اضحك وزبج. طيب سمعنا صوتك بغير مزمار، توشيح ولا أي حاجة. يلا. ابسط لنا الخير فضلا في بساط السلامة، يا دائما لم تزال، يا دائما لم تزال الله وصاحب الحوض والمعراج مولى العالمة، يا دائما لم تزال، يا دائما لم تزال. صلوا عليه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولا ننسى الأب المثالي الوالد علي صالح الجبري رحمة الله تغشاه، ذلك الشخص الطيب، حتى الصوايح ولا الكلام حقه كان طيب مع الناس، ما كانش يعني تحس ان داخل حد دي بقلبي يدين ذيك الساعه. الله يرحمه ويقدس روحه الطاهر بالجنه. طبعا هذا الفقرات كلها برعايه اولاد المرحوم علي صالح الجبري رحمه الله تغشاه. الله يوفقهم ويرزقهم ويجعلها بميزان حسناتهم، يعني تعتبرني بادرة خير وتعتبرني صدقه. الله يرحمه ويقدس روحه الطاهر بالجنه، لانه وتربيته تربيه صالحه الصدق، واولاده صالحين الله يوفقهم. امين امين. ايوه. والى هنا انتهت حلقه اليوم من برنامج جرب حظك واحد الرمضاني برعايه محلات علي صالح الجبري واولاده. الى حلقه قادمه، كونوا على الموعد. ايوه.